تفاؤل وروقان وسعادة وإشراقة وكل حاجة جميلة. بُص بقى، أنت خسران كتير لو ما اشتركتش في قناتي وتابعتني، هيفوتك الكثير يا صديقي من البهجة والسعادة. النهارده بقى إحنا هنتكلم عن حلقة مهمة جدًا، 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 بمعنى مفادها إن أنت اتخلقت من إله عظيم عشان تبقى شخصية عظيمة و وإيجابية في الحياة. للأسف الشديد أغلب الناس بتبُص لنفسها بمشاعر إن هي قليلة، عارفين لمّا حد يبُص لنفسه يبُص أنا قليل، أنا ودايمًا يحس بمشاعر اللي هو إيه، بيسموها إيه، قِلّة الحيلة قدّام الحياة وقدّام ظروفها أو كده. نظرتك دي أو الصورة الذاتية لنفسك هي دي جذور الناس اللي عندها اكتئاب، الناس اللي عندها حزن، الناس اللي عندها أي مشاعر سلبية، لإن هي أصلًا مش عارفة قوتها اللي هي خدتها من ربنا، اللي بتستمدها من ربنا، واللي هي أصلًا يعني إن أنت ربنا أصلًا حَط فيك قدرات غير محدودة، هو خلقك بالقدرات دي، فأنت عليك إن أنت تعيد اكتشاف نَفْسك من جديد، لو أنت مكتئب، لو أنت حزين، لو أنت متألم، لو أنت عندك مشاكل، لو أنت حياتك مش كويسة، لو علاقاتك مش كويسة، لو أنت مودك مش حلو، لو أنت حصل لك مهما حصل لك، ده أو مشاعرك مش كويسة أو عندك أي مشاكل، ده لإن أنت لسه ما عرفتش نَفْسك. في حديث جميل باحبه فيها معناه: "من عرف نَفْسه عرف ربه." يعني أنت كل ما أنت بتكتشف نَفْسك والقدرات الجميلة اللي ربنا حطّها جوّاك، كل ما ده بيقرّبك من ربنا. وإن أنت لمّا أنت بجد بتعرف تقرّب من ربنا، بتاخد من قوته، بيعطيك من قوته، بتاخد من حُبّه. بتاخد من الجمال الإلهي، أنت بتتشبع بالحاجات الحلوة، وبتبتدي إن أنت تعطيها للآخرين. اللي بيقف حائل ما بينك وما بين كل حاجة في الحياة ببساطة هي إن أنت شايف نفسك ضعيف. صورتك الذاتية عن نفسك إن أنت ضعيف هي المشكلة، وهي الجذور لكل حاجة. عمرك شُفت ناس مثلًا عملوا كانوا businessman مثلًا ما كانش ذكائهم أحلى حاجة أو كده، بس انتصروا وكمّلوا؟ عمرك شُفت مثلًا أنتِ لو أنتِ بنت، عمرك شُفتِ بنت مش جميلة مثلًا، طبعًا كل البنات جميلة طبعًا، كل خلق ربنا فيهم جمال، أقصد يعني بالنسبة للوعي الجمعي، لأن أنا ما ليش دعوة بالوعي الجمعي، يقول لك ده مش جميلة، بس عندها ثقة وحابة نفسها جدًا وعارفة قدراتها، فتلاقي ييجي لها مليون عريس وبيحبها ويقدّرها ويحترمها، واحدة تانية ممكن تبقى جميلة جدًا، بس هي شايفة نفسها صورتها الذاتية إن هي ضعيفة وقليلة، فاللي بييجوا لها كلّهم بيهملوها ويعاملوها معاملة سلبية. طَب أنت كراجل عمرك شُفت نفسك مثلًا أنت مرّيت بحاجة معيّنة، آآ تقول إيه، أنا اتكسرت، أنا انطفيت، الحاجة دي غيّرتني أو كده، وحد تاني مَر بيها وعادي، إيه المشكلة؟ تمام؟ عمرك مثلًا أنت مرّيت بمرض معيّن أو بحاجة معيّنة، قعدت تهوِّل بقى وتقول دي نهاية الحياة، وحد تاني عنده نفس المرض وعادي خالص ومستمتع ورايق؟ الفرق بين ده وده هو إن الإنسان بين كل الأمثلة اللي أنا قُلتها ودي، إن الناس دي بجد عرفت قوتها اللي خدتها من ربنا لمّا أعادت اتصالها بربنا وبالروح اللي موجودة بداخلها. الروح اللي ربنا ادّاها لك، النفخة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادّاها لك، تمام، قوية جدًا، جدًا، أقوى من كل البرمجات بقى ومن صورتك الذاتية، وإن من وأنت صغير وأنت طفل كان باباك بيعاملك وِحِش، فأنت بتبُص لنفسك إن أنت وِحِش أو إن أنت ضعيف أو إن أنتِ مش جميلة أو إن أنت مش هتقدر. الناس بتبُص للعالم الخارجي
أو العالم اللي برّه وبتستمد منها الصورة الذاتية بتاعتها، عشان كده دي جذور الاكتئاب والحزن والألم والاستياء وكل المشاعر السلبية. لكن لمّا أنت بجد تعرف قوتك وتعرف أنت مين، وتستمد القوة دي مش من الإيجو، مش من الأنا، مش من الغرور، مش من الكبرياء، لأ، أنت تستمدها من الإله، وتتشحن بالمشاعر دي، فأنت بتنشر المشاعر دي في الحياة. ربنا بيكون قوي، عايزك أنت كمان تكون قوي، تاخد من قوته. ربنا جميل، ربنا كمان عايزك أنت تكون جميل، فتاخد من جماله. جمال هنا جمال قلبك، ما تبقاش حاقد، ما تبقاش حاسد، ما تبقاش تعامل الناس. ربنا حليم وكريم، ربنا عايزك إن أنت يبقى عندك حلم على الناس. ربنا غفور، ربنا عايزك إن أنت تتعلم إن أنت تسامح الناس اللي بيسيئوا ليك. يبقى أنت كده بتجسد الصفات الكويسة في الحياة. وهنا بقى كل البرمجات السلبية اللي بتتزرع جوه عقلك من وانت طفل، ومن أهلك، من السوشيال ميديا، من برمجات الخوف، برمجات الضعف، برمجات إن أنت قليل، برمجات كل دي بتدوب، بتتفتت قدام معرفتك بقوتك لما انت بتتصل بقوة الإله، وتبتدي ان انت تجسد الحاجات الحلوة دي في الحياة. انتوا عارفين، ودي حاجات انا درستها لان انا اصلا يعني دراستي الحقيقية سيكولوجي وفلسفة. انتوا عارفين الطيران، عارفين الطيارات، انتوا عارفين فكرة الطيارة دي متاخدة من ايه؟ مش ملاحظين ان الطيارة لما انت بتيجي تشوفها بيبقى لها بوزة كده ويبقى لها جناحين؟ ركز كده قوي. هي الفكرة دي متاخدة منين؟ متاخدة من الطيور. الطائر او العصفورة مثلا بتبقى طيب، بيبقى لها البوز كده اللي في النص والجناحين كده بتوع هم عملوها عشان تقدر تتأقلم. لما في واحد انفتح على معرفة الله، فربنا بعت له الإلهام أو الفكرة دي. طب ما الطيور بتعمل كذا، طب أنا ممكن أهندس طيارة بالشكل كذا وأعملها. الشخص ده لأنه اتصل بقوة أكبر منه، تتصل بقوة أكبر منك وتسمح للقوة دي إن أنت تستقبل منها المعلومات، وإن أنت تستقبل منها الإلهامات، وتستقبل منها المعرفة، وتستقبل منها كل حاجة. ساعتها كل حاجة سلبية بقى، الناس اللي قاعدة في الاكتئاب، أنا مكتئب، لا أنا خايف، لا الظروف، المرتب مش هيكفي، كل حاجة بتتفتت، كل حاجة بتتفتت لما أنت بتعرف بجد القدرات الرهيبة اللي ربنا حطها جواك. كل مخاوفك بتروح بالخوف نفسه، لأن أنت لسه متعرفش أنت مين. كل الحزن، الناس الحزينة المكتئبة، أنت عارفين يعني كأن في واحد عبارة عن كنز. عارفين دي بالظبط زي ايه؟ كأن واحد اصلا يعني مش عايز اقولها، كأن في كنز، كأن انت مصنوع، كأن انت كنز مصنوع من ذهب ومن حاجات قوية جدا، وانت عمال تقول ايه؟ الظروف، الحياة، انا فقير، انا هنجيب منين؟ طب ده انا خايف، طب ده انا حزين. وانت كل حاجة جواك، انت بس اتصل بالإله العظيم الله، وخد منه كل حاجة انت عايزها. هو ربنا اصلا عايز اقول لكم ان هو بيحب قوي قوي، ربنا بيحب العطاء. يعني من الحاجات اللي بتفرح ربنا ان هو يعطيك. المشكلة يا جماعة فينا احنا، ان احنا عندنا الاستقبال، مش بنستقبل الحاجات الحلوة اللي من ربنا. يعني عارفين اغلب الناس، صدقوني وعايز اقولها لكم، ما كانش 100%، يعني 100% الا 1 من 10. اغلب الناس بجد يا جماعة مش قادرة تحب نفسها، لان هي لما انت بتحب نفسك انت بتحب ربنا، لان ربنا هو اللي خلقك. اغلب الناس تلاقيها بتعامل نفسها بطريقة وحشة،
واللي بيحبش نفسه ما اقصدش هنا الانانيه او الايجو وكده، لا. اصل الحب الصحي للذات، لو انت ما بتحبش نفسك ومش هتحب الناس. فانت حب نفسك واعرف قيمتك بجد وغلاوتك عند ربنا، واعرف قدرات ربنا اللي اداها لك، واعرف ان انت اتخلقت من اله عظيم عشان تعمل حاجات جميلة في الحياة، تنشر الخير، ابتسم في وش حد. يا جماعة الابتسامة صدقة. الناس كلها مبلمة وحزينة ومكتئبة، وعمالين يجروا من دكتور نفساني لدكتور نفساني، وعمالين يجروا من فيديوهات اكتئاب لفيديوهات اكتئاب، وازاي نطلع من الاكتئاب وي وي. كل ده يا جماعة ما يساويش لحظة. انت لما انت تتصل بربنا كل ده بيتفتت. يعني كل ده بيتفتت، المشاعر دي كلها بتتفتت. انت قوي جدا، انت مش متخيل انت ايه. انت قوي جدا على فكرة. وجودك هنا واللي انت توصل لحد الحتة دي، ده بأمر من ربنا، هو عايزك تسمعني. وانا برضو اللي انا بقوله ده مش مني على فكرة. انا على فكرة عايز اقول لكم ان اغلب الحلقات اللي انا بعملها انا مش بقعد اخطط وافكر اقول ايه، انا بستسلم اللي هو اكبر مني. يعني انا في حلقات اكيد معظم الحلقات كده، ما كانش كلها. فانت بتبقى زي أداة او قناة بيوصل منها الخير. ابتسم في وش الناس، قول لحد كلمة جميلة، ساعد الناس، امتدح الناس. الكلمة الطيبة صدقة. قول للناس كلام حلو. يعني احنا بقينا قاسيين قوي على بعض. المتجوزين يا حبيبتي حتى لو جوزك صعب، قول له كلمة حلوة هتلاقيه داب وحبك. وانت لو مراتك منكدة عليك ومطلعة عينك، ايه الفستان الجميل ده، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، الأكلة جميلة تسلم ايدك. قولوا لبعض كلام حلو عشان الحياة تحلو في عينيكوا. يعني حبوا من قلبكم. الحب ده حاجة جميلة جدا جدا جدا. حتى دايما الإنسان اللي بيبقى عايش في حالة حب دوت بيتفرز في جسمه هرمون اسمه الأوكسيتوسين. ده هرمون بيزود المناعة، وهرمون بيزود بيخليك انت تبقى ايه، مشاعرك حلوة وتبقى شباب كده وتبقى رايق ومستمتع. فاعرف انت مين، اعرف إلهك بجد، واعرف انت مين. ولو انت دايما هتلاقي ربنا سايب بصمة جواك. لو انت بتحب الاختراعات مثلا، اعمل مصنع جديد، اعمل اختراعات. لو انت بتحب ان انت تبقى بيزنس مان، اعمل. في صوت جوه روحك، في صوت جوه روحك اتبعه. لو انت بتحب ان انت تعمل مثلا بيزنس مان ومصانع، اعمل. تحب الفلوس، اعمل القصة دي. لو انت مثلا بتحب الرياضة، ابتدي العب رياضة. لو انت بتحب التنمية البشرية زي، ابتدي فرح الناس، ربنا هيفرحك طول الوقت. لو انت اعمل خير. اعمل خير، انت هنا لسبب. انت هنا لسبب في الحياة. لو انت شاعر، لو انت فنان، لو انت موسيقي، اتبع الالهامات، اتبع المعرفة اللي بتجيلك، اتبع صوت روحك وامشي. في جملة جميلة أوي 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 بحبها، كنت اتعلمتها من أستاذي، بيقول لك don't die until there is music in your heart. ما تموتش ولسه في موسيقى في قلبك. اتبعها، اتبع الموسيقى اللي جواك، اتبع الصوت اللي جوا روحك، وخلي العالم ده أجمل. بحبكوا قوي، بتمنى بجد كل الناس تكون سعيدة ومبسوطة. يا رب أي حد بيحزن شاف الحلقة بتاعتي تحوش حزنه، أي حد متألم، أي حد عنده تفكير زايد، اكتئاب، تحوش كل ده. واستنوا في حلقة جاية قوية إن شاء الله بإذن الله. بحبكم جدا.